اهلا بيكم. جالي اكتر من 100 كومنت و100 سؤال على يا دكتوره انا اخر دوره ليا كانت كذا، احسبي لي انا كام اسبوع. انا النهارده طالعه مش عشان اجاوبك، عشان اعلمك، لاني مؤمنه جدا بالمثل اللي بيقول بدل ما تديني سمكه علمني اصطاد. انا هعلمك حسبه سهله وسريعه هتحسبيها في ثواني. انت في الاسبوع الكام وامتى ميعاد الولاده المتوقع ليكي؟ بص يا ستي، انا هعلمك قاعده نيجل اللي كل الدكاتره بيحسبوا بيها في العيادات بتاعتهم. بس الاول لازم تعرفي ان فتره الحمل مش 9 شهور بالظبط، دي بتتحسب بالاسابيع، يعني لازم يكون 40 اسبوع، يعني 280 يوم، وبتتحسب من اول يوم لاخر دوره ليكي. ليه من اول يوم لاخر دوره؟ ليه مش بنحسبها من ميعاد التبويض؟ لان كل واحده بتختلف عن التانية في التبويض، وما نعرفش تاريخ التبويض بتاعك امتى بالظبط وامتى حصل الاخصاب، فعشان كده بنحسبها من حاجه معينه وحاجه متاكدين منها، اللي هي تاريخ اول يوم في اخر دوره. يعني معنى كده ان هو بيتحسب من قبل لما انا احمل اصلا، يعني من قبل التبويض، من قبل الاخصاب. ايوه بيتحسب الاسبوعين اللي قبل كده، وهقول لك بعد كده بنخصمهم ازاي من ميعاد التاريخ بتاع الولاده. عشان كده لما بتروحي للدكتور، يعني الدوره بتغيب عليكي مثلا يومين او 3، بتروحي للدكتور تكشفي، بيقول لك انت مثلا في الاسبوع الرابع او في الاسبوع الخامس. يبقى اول حاجه لازم تتعلميها ان انت بتحسبي على حاجه مضمونه متاكدين منها. ميعاد التبويض مش مضمون لكل الستات، وفي ستات بيحصل لهم تبويض متاخر، وفي ستات ما نعرفش ميعاد تبويضهم بالظبط. فاحنا بنحسبها على المضمون اللي هو اول يوم لاخر دوره، دي اول حاجه. تاني حاجه لازم نضيف اسبوع على اليوم ده. يعني انت مثلا ولنفترض اللي انت كان اول يوم لاخر دوره ليكي كان يوم 1/7، فبتحطي على ال1/7 ده كمان اسبوع، 7 ايام، يبقى 8/7. معنى كده ان 8/7 يعتبر ان ده اول يوم للحمل بتاعك. فكل يوم 8 في كل شهر بتحسب ده شهر، كل يوم 8 من كل شهر بتحسب ان ده عدى عليكي شهر من الحمل بتاعك. تمام؟ طب انا يا دكتوره عايزه احسبها بالاسابيع، يبقى انا كده هحسبها من يوم 1 في الشهر. كل اسبوع هيعدي معنى كده عدى عليكي اسبوع، الاسبوع التاني كده يبقى اسبوعين، فهتحسبهم بالشكل ده. هتقولي لي يا دكتوره طب انت بتقولي لي ان فتره الحمل كلها 40 اسبوع، معنى كده ان انا لو قسمت ال 40 اسبوع دول يبقى انا كده احمل في 10 شهور. فاقول لك لان الشهر مش 4 اسابيع بس، الشهر بيبقى مش 28، لان 4 اسابيع 28 يوم، فالشهر ساعات بيبقى 30 وممكن يبقى 31 يوم. فالفروق دي هي اللي بنجمعها في عدد الاسابيع النهائيه اللي هي بتتحسب في عمر الحمل، عشان كده بتتحسب على انها 40 اسبوع. يعني الشهر الاولاني بيخلص بنهايه الاسبوع الرابع، الشهر الثاني بيبدا من الاسبوع الخامس للاسبوع الثامن، الشهر الثالث بيبدا من الاسبوع التاسع للاسبوع ال13. كده بقوا